دونج فينج ميج عربية صيني جديدة 1500 تربو فتيس دي سي تي من الفئة الكروس اوفر المدمجة. يعني عندنا 92,000 عربية حاليا في السوق المصري بنفس المواصفات. فايه بقى المختلف او ايه المميز في العربية الميج؟ ده اللي احنا هنشوفه النهاردة مع بعض في الريفيو. ميج جاية لنا من شركة اس ان اوتوموتيف، ودي شركة نزلت السوق المصري من شهور قليلة جدا، بس دخلت السوق ب9 طرازات في حفل تقديم كبير جدا. وكونهم وكلاء دونج فينج في مصر دي مجرد البداية، لان المركز الاقليمي لاداره دونج فينج هيكون في مصر، وكذلك اداره مخزن قطع الغيار المركزي اللي هيوزع للشرق الاوسط كله هيكون برضه عندنا في مصر. فالشركه تقدر تقول انها نازله بثقل كبير جدا، ودي حاجه تطمن اي حد بيفكر يشتري عربيه منهم وقلقان من حوارات الاستمراريه وتوفر قطع الغيار في المستقبل. تصميم العربيه عموما اميل للرياضيه. لو بصينا على المقدمه هنلاقيها جايه بتصميم هجومي وبخطوط حاده، بيميزها الفوانيس ال LED اللي موجوده فيها اضاءه النور العالي تلقائي، شكلها حلو في الاشاره وشكلها حلو في الاضاءه النهاريه. شبكه برضو بتصميم حلو جدا وكبيره مديه للعربيه حضور على الطريق، وهنلاقي فيه لب سبليتر هنا، فيها حساسات الركن الاماميه، موجود فيها الكاميرات بتاعه نظام ال 540 اللي موجود في العربيه. كمان هنلاحظ ان عربيه التجربه بلون مميز جدا، اللون ده بيبقى بتكلفه اضافيه، وعشان تحمي لون مميز زي ده طبعا لازم فيلم حمايه اصلي، واحنا دايما بنرشح كاربروجيني. منتجاتهم اصليه وموثوق فيها وموجودين عندك في كل حته، سواء التجمع او زايد او المنصوره او اسكندريه او دمياط وكمان في الخليج. الخطوط الرياضيه مستمره برضو في الجنب، سواء بالاكتاف العاليه بتاعه الكبوت، الجنوط اللي موجوده في سياره التجربه الفئه الاعلى مقاس 20 235 على 50، بتوفر جانب اطار كويس جدا، مفيش فيها عرضه للبلالين ولا كده. كمان هنلاحظ ان العربيه دي تو تون، وموجود بقى الميل بتاع خط السقف ماشي لحد هنا اس يو في شويه، ولكن مع الحته بتاعه زاويه الازاز دي تدي لك احساس الاس يو في الكوبيه. كمان الانسيابيه مستمره بمقابض الابواب اللي هي الفلاش دور هاندلز اللي بتبقى داخله جوه باب العربيه. هلاحظ ان العربيه ما فيش فيها زجاج ملون للاسف، ولكن موجود برضو نظام الكاميرات، فيها تحذيرات النقاط العمياء، دخول بصمه بدون مفتاح، وكمان فيها حساس اقتراب وبتقدر تدور العربيه عن بعد بالمفتاح. الظهر شكله حلو قوي، عندك فوانيس LED بالكامل ولاد بار ممتد بين الفانوسين، مدي شياكه، في سبويلر حلو قوي، وبرضو لمبات الستوب شكلها لطيف جدا. الشنطه بقى موجود، هتلاقي عندك تحت هنا زي ديفيوزر في تشبيحه كربون فايبر، 4 فتحات شكمان مش حقيقيين ولكن معززين برضو من الحضور بتاع العربيه والشكل الرياضي. وعموما شكل مؤخره العربيه بتفكرك بعربيات ايطاليه رياضيه عريقه. وعندك بقى الشنطه بتاعت العربيه بتفتح كهرباء من غير حساس رجل، مساحتها 470 لتر. الكنبه بتنزل بمقدار التلت والتلتين، مساحه تخزين او مساحه تحميل مسطحه تقدر ان انت تدخل الشنط بسهوله، وتحتيها في ستبن وكمان مساحه تخزين معقوله جنب الستبن. خامات الابواب الخلفيه ما هياش مواد لينه من فوق، ولكن باقي خامات الباب تعتبر معقوله جدا. الباب يشيل ازازه ميه عادي جدا بمنتهى السهوله. عندك جيوب تخزين في ظهر المقاعد الاماميه USB-C و USB-A، وعندك مخدع هنا فيه 2 حاملات اكواب. كنبه بتصميم حلو وبتوفر راحه جلوس عاليه جدا. الكرسي ده متظبط على الوضعيه اللي انا بقعد فيها، انا 173 سم، وعندك مساحه ركب ممتازه، مساحه اقدام ممتازه، الارضيه شبه مسطحه بالكامل، مساحه رؤوس برده ممتازه لحد 185 هتبقى قاعد مرتاح، والسقف البانوراما ممتده لحد هنا بيزود من البراح اللي داخل المقصوره. وعندك فتحات تكييف للي قاعدين في القسم الخلفي، ولو قعدت في النص هتلاقي القعده بتاعته برده مريحه وكويسه جدا. مساحه الرؤوس اللي فيه اقل من اللي جنبه ولكن كويسه، فالعربيه تكفي 3 يقعدوا فيها ورا. ممكن يكون اللي في النص اقل شويه في الحجم، ولو انت طبعا اسره فيها 3 اطفال هتبقى عادي جدا. وعندك نقاط تثبيت كراسي الاطفال الايزوفيكس مع زاويه فتح باب معقوله قوي، فتقدر تثبت اي كرسي اطفال انت عايزه. خامات الابواب الاماميه تعتبر كويسه، مواد لينه في القسم اللي فوق، التطريز اللي باللون الابيض مديها شكل جمالي. الجزء اللي بتسند عليه كوعك مريح، البلاستيك الموجود فيها واخد شكل الخشب شويه، برضو يعتبر خامه معقوله قوي. جيوب التخزين اللي موجوده في الابواب تعتبر كويسه، وهنلاقي فيها سماعات النظام الصوتي المعقول جدا اللي موجود في العربيه. الكراسي الاماميه بقى ليها تصميم رياضي، المسند لازق في الكرسي، الجلد اللي معموله منه كويس، بتوفر راحه جلوس ممتازه. الكرسيين كهرباء، كرسي السواق معاه وضعيات ذاكره، كمان كرسي السواق فيه كومفورت اكسس بحيث ان هو يوسع لك لما تيجي تنزل او بتركب العربيه. دريكسيون العربيه متعدد الوظائف، تلسكوبيك بتقدر تظبطه يدوي في الاربع اتجاهات، في التحكم في الميديا والتكييف والكمبيوتر بتاع العربيه، وكمان بتجيب منه حساس مراقبه ضغط الهواء في الاطارات، وكمان بتتحكم منه في مثبت السرعه التفاعلي. التابلو بتاع العربيه مواد لينه في القسم العلوي والقسم اللي موجود هنا مع التطريز الابيض. حتى الخامه اللي موجوده حوالين فتحات التكييف
واللي موجوده هنا بلاستيك، ما تعتبرش رديئه ومديها شكل وكونترست لطيف. وقدامك لوحه عدادات ديجيتال 10 وربع بوصه بتوفر نقاء وسطوع جيدين جدا، بتبين لك كل المعلومات اللي انت محتاجها، وخصوصا لما تبقى مشغل مثبت السرعه او انظمه السلامه الايجابيه اللي موجوده فيها. ثم شاشه النظام المعلوماتي والترفيهي 13.2 بوصه، واخده شكل الايباد او الشكل اللي هو الطولي ده. الاستجابه بتاعتها تعتبر جيده، والنظام في مجمله يعتبر بسيط، مش من اكثر الانظمه تعقيدا ولا تطورا. يعيبه ان الابل كار بلاي والاندرويد اوتو ما بينزلش في النظام، ولكن لما بتشتري العربيه من الشركه بيدولك ديفايس بتوصله فبيشغل عليه تليفونك. فيها بقى التحكم في كل انظمه العربيه والضبط بتاع العربيه، سواء ضبط النظام او ضبط المرايات. النظام الكاميرات ال 540 المتطور اللي موجود في العربيه، عايز تشغله ثنائي الابعاد 2 دي او 3 دي، بيعمل لك برده شاسيه شفاف للعربيه بحيث يبين لك اللي موجود تحتها. بيساعدك جدا كمان لما تيجي تدخل يمين او شمال او بتلف يو تيرن، لان هو بيشتغل مع الاشارات بتاعه العربيه. وطبعا القدره انك توصل تليفونك وتشغل الميديا اللي موجوده على التليفون او تشغلها عن طريق اليو اس بي. بتفتح الشنطه من هنا، بتظبط المرايات الجانبيه برده من هنا، وعامل لك شورت كاتس عشان تظبط البلوتوث بقى والوايرلس ستاند اللي موجوده فيها والفوليوم والبرايتنس والكلام ده كله. كمان الظبط بتاع التكييف اللي موجود في العربيه هو ثنائي المناطق، يعتبر كويس. احنا برضو بنجرب العربيه في شتاء، ولكن هو بيسقع بسرعه قوي. والعربيه فيها نمطين للقياده، بتقدر تاكتف النمط اللي هو السبورت عن طريق انك تدوس على الزرار اللي موجود في الشاشه. ورا الشاشه هنلاقي مكان الشاحن اللاسلكي، في تحتيه مكان تاني ممكن يتحط فيه موبايل، في مساحه تخزين كبيره تحت ممكن تحط فيها المناديل او شنطتك، 2 حاملات اكواب بيشيلوا حتى الكوبايات الكبيره، المسند اللي هنا متحرك وتحته مساحه تخزين كبيره متبطنه ومبرده. وعندك كمان التابلو بتاع العربيه، تعتبر مساحه التخزين اللي فيه كويسه جدا. واجمالا المقصوره بتاعت العربيه تقدر تقول انها بتوفر راحه وعمليه كويسين جدا. لما هتتحرك بالعربية الميج هتلاحظ ان مساحات الرؤية في جميع الزوايا كويسة جدا، حتى لو انت قاعد في وضعية جلوس منخفضة زي اللي انا قاعدها. المرايات بتاعت العربية برضو بتوفر مدى رؤية جيد جدا، وكمان فيها تحذيرات النقاط العمياء فمفيش منها قلق خالص. وكمان ابعاد العربية سهل ان انت تلمها، الكبوت عالي، الاجناب بتاعت العربية بارزة وباينة، فالدنيا سهلة خالص في جزئية السواقة بتاعت العربية. الموتور بتاع العربية بقى يعتبر من اهم نقاط التفوق بتاع العربية دي على المنافسين. الموتور 4 سلندر 1500 تربو، دي حاجات انت سمعتها في عربيات كتير، ولكن هنا بيولد 204 حصان وعزم دوران 305 نيوتن متر، ومتصل بعلبة تروس من 7 سرعات ثنائي القابض او الدي سي تي الدول كلاتش. وفي نفس الوقت علبة تروس بقى نشيطة جدا جدا جدا، وده بيخلي اداء العربية وتسارعها مميز على اي سرعة. فالمفترض ان العربية بتجيب من 0 ل 100 في 8 ثواني ونص، ده رقم يعتبر كويس جدا. تعالوا نجرب، انا ما جبتش الدراجي بس يلا نجرب كده مع بعض. بتفرق شويتين بس هي عدت ال100 اهي بسهوله وجابت 120. اعتقد يعني انها ممكن تجيبها في الرقم ده لو جبنا الدراجي وقعدنا نعمل شويه محاولات، بس انا مش شايف ان ده لازم قوي. انت الاهم من التسارع الاولاني ده هو حضور العربيه تحت رجلك. انا دلوقتي على النمط الرياضي، هي فيها نورمال وسبورت، بس في اي وقت بتدوس الفتيس فعلا بيأدي كويس، اللاج اللي بيبقى موجود فيه قليل. وكمان لما بتجيبها على النورمال، لا العربية حلوة والعربية عافية، انت حاسس بالقوة الحصانية دي تحت رجلك. احنا بنسمع ارقام كتير في الصيني 197 و185 و100 مش عارف وكام، تيجي تركب العربية ما تحسش، لا انت هنا حاسس. وخلونا نجرب لو انت ماشي على 70 على الكومفورت بقى الار بي ام على 1.5 وبتعمل عملية تجاوز سريعة في ثواني 120، ولو من سرعة 90 برضو عم تطلع على طول بقينا 123 124. اذا فالاداء بتاع العربيه ياخد نجمه صح كده، ونجمه و10 من 10. بالنسبه لثبات القسم الامامي، لو انت فاهم سواقه وعارف بتوجه العربيه ازاي هتلاقي ان العربيه ثابته جدا. مساعد على كده العربيه فيها جنطه 20 كاوتش بمقاس كبير وبيعزز من الثبات. مشكلتك بقى في المطبات اللي هي الهوا دي، لو المطبات دي عميقه شويه او ناحيه واحده من العربيه نزلت والناحيه الثانيه ما نزلت
ركبتش بتحس بشويه قلق في الشاسيه او تحس بعدم راحه في الشاسيه بتاع العربيه. ولكن الثبات على سرعه زي 90 احنا نازلين اهو، العربيه ما بتفقدش التماسك، بس في ميل جسم. بص انا مايل بجسمي كده، فلو راكب معاك حد وراكب معاك عيلتك، دي عربيه برضو عائليه at the end of the day، هيبقى في ازعاج للي راكبين معاك في العربيه. جهاز التوجيه اللي في العربيه معقول جدا، على قد فلوسه وعلى قد الغرض اللي هو معمول عشانه. ما هواش حاد، ما هواش دقيق. انت مش راكب كوبرا فورمنتور، انت مش راكب بيجو 408، برضو لازم تبقى حاطط في دماغك الجزئيه دي. انت راكب عربيه اقل من العربيات اللي انا بتكلم فيها دي بمليون جنيه، ورغم كده انت معاك اداء تضاهي وتقارعهم فيه. العفشه في العربيه دي مايله قوي ناحيه الراحه. تعليق مستقل، ماكفيرسون في الامام، مالتي لينك في الخلف. جوه البلد بتتعامل بصوره جيده مع المطبات وعين القط والمطبات الصناعي. على طريق السفر بتوفر مستويات ثبات وراحه عاليين وبتبقى موزونه جدا. وانا خدت الولاد وسافرنا بيها اسكندريه، وبصراحه كانت جيده جدا كمساحات وشنطه وراحه وتكييف ونور، وتقدر تقول انها كروزر مميزه. ولكن الراحة دي بتترجم لميل بدن في الملفات رغم التماسك العالي اللي بتوفره العربية سواء في المحور الأمامي أو الخلفي، فلازم ما تتغشمش عليها عشان ما تسببش إزعاج للناس اللي راكبة معاك. وأحيانا بتحس بعدم راحة في الشاسيه لما تنزل مطب هوا كبير شوية أو مطبات متتالية على الطريق، وتعاملها مع المطب اللي بنجرب فيه دايما بيوضح ده. هي ما فقدتش التماسك خالص، بس نطت نطة بسيطة ممكن تسبب لك قلق لو انت مش متمكن، فمفيش داعي لمخاطرات غير محسوبة والتك على العقل. بالنسبة لمواصفات السلامة والأمان فتعتبر شبه متكاملة في العربية اللي معانا الفئة العالية. العربية ما دخلتش اختبارات السلامة الأوروبية فملهاش تقييم عليها، ولكن فيها 6 وسائد هواء، فيها أنظمة السلامة المتطورة الإيجابية اللي احنا بنسميها الأداس، يعني فيها تحذيرات من الاصطدام، فيها بقاء في الحارة المرورية، مثبت سرعة تفاعلي، تحذيرات النقاط العمياء، كمان فيها 6 وسائد هوائية، وفيها أنظمة بقى المساعدة في الفرامل كلها، توزيع إلكتروني لقوة الكبح ومنع انغلاق المكابح، وبرنامج الثبات الالكتروني ESC او ESP، فيها تراكشن كنترول، فيها نظام يساعدك على صعود المرتفعات، كمان فيها هيل ديسنت كنترول ان هو بيتحكم في سرعه العربيه في نزول المنحدرات، فيها كاميرات 540، فيها نظام لمراقبه ضغط الهواء في الاطارات. الفئه الاقل بينزل فيها 4 وسائد هواء بدل ال6، واعتقد بتنزل من غير الاداس سيستم، ولكن فيها كل الانظمه المساعده الاخرى. طيب العربيه دي متوجهه لمين او مين اللي ممكن يشتريها؟ انا شايفها متوجهه لأي رب أسرة من 4 أفراد أو من 5 أفراد فيهم أطفال وعايز عربية عملية. العربية شنطتها كويسة، أماكن التخزين اللي فيها تشيل كل حاجتك وكراكيبك وكراكيب عيالك، وفي نفس الوقت بتوفر لك كراسي مريحة للغاية في القعدة مع جهاز تعليق بيوفر راحة محترمة، وبالتالي العربية دي هتنقلك من نقطة ألف لنقطة ب وانت مريح بالك تماما. كمان العربية مناسبة لأي شاب أو أي شابة في بداية حياتهم، لأي أب عايز عربية لعياله يكون فيها مواصفات امان محترمه جدا، لاي حد عايز عربيه فيها تسارع مميز واداء حاضر. وبصراحه العربيه بتقدم باكج معقول، يعني مع ضمان 200,000 كيلو و6 سنين من شركه الصافي او من SN اوتوموتيف، اللي هم هيبقوا بعد كده الهب بتاع دونج فينج في المنطقة بتاعة الشرق الأوسط. وبالتالي نقطة الاستمرارية والقلق من توفر قطع الغيار دي نقطة منعدمة تماما مع العربية دي، ودي نقطة بتقلق ناس كتير من اللي بيشتروا عربيات صيني أو بيبصوا على الصيني كاختيار للشراء حاليا. وعشان تطمن زيادة، فأسعار الصيانات الدورية متكاملة لحد 100,000 كيلو متر في العربية دي بتتكلف في حدود 270,000 جنيه، ودي حاجة ممتازة قياسا على أسعار النهاردة. كمان العربية شكلها حلو وهجومي ورياضي، وفيها مستوى كماليات جيد جدا، كراسي جلد وكهرباء وميموري وسقف بانوراما وكاميرات 540 وكل الحاجات اللي احنا وضحناها في الفيديو. ومفيش مجال هنا ان انا اقول لك على اسعار قطع غيار العربية بالتفصيل، ولكن انت بسهولة تقدر تتصل SN اوتوموتيف وتعرف منهم التفاصيل اللي انت عايزها، وتقدر ان انت تروح برضو تجرب العربية وتعمل لها تيست درايف تفصيلي وتمشي بيها زي ما انت عايز عشان برضو تعرف العربية دي بتقدم ايه بالظبط. وبالنسبة للعيوب فاقدر اقول ان ضعف بعض الخامات المستخدمة، ميل البدن وعدم الراحة اللي انت بتحسه في الشاسيه في بعض المطبات لما نظام التعليق بيتعامل معاها، وان الابل كار بلاي والاندرويد اوتو ما هماش ستاندرد في العربية، وبتضطر توصل ديفايس او دونجل عشان خاطر توصل تليفونك وتشوف الخرائط وتتعامل عادي.
عادي. وممكن ازود على العيوب ان انا لما كنت مسافر بالعربيه مع العيله اللين كيبنج اللي فيها مزعج شويتين، يعني المفروض لما بتدي اشاره وتغير من حاره للتانيه ما يبقاش في مقاومه في الدركسيون، ده كان بيعمل مقاومه. النقطه التانيه ان مفيش زجاج ملون خلفي، لو الشمس حاميه اللي قاعدين ورا بيتضايقوا. والنقطه الثالثه ان مفيش غطا للامتعه، يعني الشنطه مع ميل زاويه الازاز بتبقى الامتعه اللي فيها مكشوفه، فبرضه لو في شمس حاميه بتبقى الامتعه معرضه للحراره وفي نفس الوقت مفيش خصوصيه كافيه. بس هل الحاجات دي تمنعك من الشراء او ما تمنعكش؟ دي حاجه بقى ترجع لحضرتك، انت اللي عارف اولوياتك واحتياجاتك. زي ما بقول لك، روح اعمل تيست درايف وشوف العربيه عامله ازاي، وهل هي الانسب ليك ولا تشوف اختيار تاني في ظل ال 152 الف عربيه اللي بقوا موجودين عندنا في السوق المصري حاليا. في الختام، لو في حاجه ما قلناهاش اكتبها لي في التعليقات. عايز تتابع اخبار السيارات المحليه والعالميه ادخل على الموقع بتاعنا، اكتبه لحضرتك هنا على الشاشه. اعمل لنا فولو على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستجرام، ده الهاندل الموحد، وبرضه هتلاقي كل اللينكات موجوده تحت الفيديو. ويا ريت تشترك في قناه اليوتيوب لو اول مره تشرفنا. متشكر على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله.